طب ما هيرفلكت عليا انا خرا، بلاش خرا. عمو كريم قال لنا كمان ايه؟ قال لنا انت رحت الشغل وتوافق عليك في الانترفيو وركبت مواصلات وخلينا نقول ميكروباص والدنيا كانت حر والواد السايس مقرف، ورحت الشغل الاتش ار خصم لك عشان رحت متاخر ومديرك مزعج وقعدت 8 ساعات، حبها يعني، عملت كل الحاجات المقرفه دي وعديت بيها ومروح وانت كارهها. طب جرب تحبها كده والله يعني حتى لو حبيتها الناس في الشغل معاك هيقولوا ايه؟ هو مجنون يعني، هو كل القرف ده وبيحبها؟ طب ما احنا نديله. انتوا فاهمين؟ نفس الفكره بتاعت انت لو نزلت مع واحد بتشتغل معاه، ولنفترض حد بيصورنا زي الشباب زي رامي، وطول ما هو قاعد قرفان ومتضايق وبتاع هيرفلكت عليا انا وحاشه وقرف ومود وحش. لكن لو هو بيحب الشغلانه ومستمتع وشايف الكادر ومبسوط بالحاجات اللي هو عملها، هو هينقل لي الحماس ده، فانا احس من حبه للشغلانه ان انا كمان بكبر، ان انا كمان بنمو، ان انا كمان بعمل حاجه حلوه. فانت بس مش حبك للي انت بتعمله هيرفلكت عليك، ده هيرفلكت كمان على اللي حواليك. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنت، انا تلاقيني بطلع لك تاني